معاكم تيسير أبو دهب. النهاردة هنعمل فطيرة الدجاج بعجينة الباف باستري، وصفة خفيفة وطعمها تحفة. تعمليها في أي وقت وهتخطف القلوب من أول لقمة. في طاسة على النار نحط 3 معالق كبار زيت، ونضيف بصلة كبيرة مفرومة ونقلبها لحد ما تدبل. نحط معلقة صغيرة توم مفروم ونص فلفلة رومي مقطعة ونقلب شوية. بعد كده نضيف نص كيلو صدور دجاج مقطعة مكعبات صغيرة. نحط الملح حسب الرغبة ونص معلقة كمون ونص بابريكا ومعلقة بهارات مشكلة أو بهارات دجاج. نقلب كويس لحد ما الدجاج يستوي. نضيف جزرة مبشورة ونص كوب كزبرة مفرومة ونقلب دقيقتين كمان. كده الحشوة بقت جاهزة. نجهز 10 حبات من عجينة الباف بيستري ونرش شوية دقيق على الرخامة ونبتدي نفردهم على قد حجم الصينية. نقيس الصينية على العجينة ونقطع الزيادات. بعد كده بندهن الصينية بشوية زيت خفيف ونفرش فيها العجينة. بشوكة نعمل فيها فتحات صغيرة علشان ما تنفخش في الفرن. في طبق نحط علبة قشطة حوالي 170 ملي ومعاها معلقتين كبار جبنة كريمي ونقلبهم كويس. نضيف الحشوة. نضيف خليط القشطة وجبنة موتزاريلا. ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة لحد ما تاخد لون ذهبي يجنن. هتطلع لك فطيرة دجاج مقرمشة من بره وكريمية من جوه. ريحتها بس هتخلي البيت كله جعان. ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة علشان يوصلك كل جديد.